فوائد الجوافة التي لا تعد ولا تحصى. أي أم مننا نفسها تحافظ على صحة طفلها، نفسها يطلع طفل صحي وقوي ومناعته قوية جدا. مين فينا ابنها دلوقتي ما بيعيش لأي سبب؟ 90% أو 100% من النساء حاليا، لو هنقول 30% من أولادنا عندهم السكر. كل ده ليه؟ تعالى أقول لكم ليه. لأن احنا بنلجأ للحاجات الصناعية أكتر من الحاجات الصحية. ايه هي الحاجات الصحية؟ أنا مش فاهمة. تعالى أقول لكم. اولا الام بتجري على ان الطفل يشرب مياه غازيه وياكل بطاطس مقليه من اللي هي المغلفه او عصير من المغلف، وتريح دماغها تحط للطفل شفاطه عشان الطفل يشرب العصير، او تكبله شويه وتحط له حته تلج في الكوبايه عشان يشرب يعني مياه غازيه وخلاص. طيب تمام. المياه الغازيه دي بتكسر العظم، بتضيع كل فايده انت بتديها له، مع ان انت لو اديتيله كوبايه لبن افيد. بس تعالى اقولك على نصيحه حلوه قوي قوي قوي. لو اديتي لطفل الجوافة وشلتي منها البذر، او اديتيله كوباية لبن بالجوافة، عصير الجوافة باللبن، ياه انت اديتيله افادة كبيرة جدا. تعالى اقولك ايه هي الفوائد الصحية اللي جوه الجوافة. بس ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بتقوي المناعة. طبعا الجوافة غنية بالعديد من الفوائد الصحية. أولها بتقوي المناعة. كلنا محتاجين حاجة تقوي مناعتنا اليومين دول من كمية الأتربة والميكروبات اللي في الجو. بتحسن صحة الجهاز الهضمي. كلنا دلوقتي عندنا قولون وبنشتكي من مشاكل كتير في القولون. الجوافة بتحسن صحة الجهاز الهضمي. بتعمل على علاج وليس علاج أساسي للأسنان والتهاب اللسع وقروح الفم. يعني انت بتاخدي علاجك ولكن بتساعدي كمان بأكل الجوافة. طيب بيعمل ايه بقى؟ كلنا او اغلبيتنا دلوقتي الذاكرة بتاعتنا ضايعة، يعني بحط الحاجة وانساها. لا، هو بيعزز صحة الإدراك وبيقلل فرصة الخرف أو الزهايمر والتدهور المعرفي. يعني شوفي بتعمل قد ايه الجوافة، قد ايه هي مفيدة. طيب بتقوي وبتنظم مستوى السكر في الدم. يعني بتنظم مستوى السكر في الدم. بتساعد على إنقاص الوزن لأن الجوافة فيها معادن وحديد وفيتامينات هقول لكم عليها بعد كده. طيب بيعمل ايه؟ بيقوي المناعة زي ما قلت لكم. بتقي من الاكتئاب. مين فينا دلوقتي ما بيمرش بحالة اكتئاب؟ لو كلتي جوافة يوميا، جوافة واحدة، ثمرة جوافة واحدة، هتقي نفسك من حالة الاكتئاب اللي بتجيلك. كمان بتحافظ وبتقوي العظام وبتكثفه. مين فينا ما بيشتكيش من ألم في رجليه وألم كبير وصغير، مش طفل بس بيشتكي من ألم في ظهره وألم في رجله كل يوم؟ لو كلتي جوافية واحدة حميتي جسمك من كل ده، خصوصا لما تحطي الجوافة وتضربيها مع الحليب. كده انت خدتي جميع الفوائد. طيب تعالوا نشوف السعرات الحرارية اللي جوه الجوافة، او ايه الجوافية واحدة فيها قد ايه. اول حاجة فيها 37 سعر حراري اللي هي الجوافة الواحدة. 1.5 ملي جرام بروتين، 2.5 الياف، 44 جرام مية. طيب تعالوا نشوف ايه هي الفيتامينات اللي جوه الجوافة. فيتامين سي وفيتامين اي وفيتامين اي ومجموعة من المعادن زي الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والزنك. الصوديوم البوتاسيوم والمغنيسيوم مفيدين جدا لمريض الضغط. مريض الضغط يوميا لازم يحافظ على نسبة البوتاسيوم والمغنيسيوم اللي في جسمه عشان خاطر يقدر يقاوم نسبة الضغط. لان انتوا عارفين ان الصوديوم دي املاح بتعلى جامد في الدم فبتعلي الضغط. تمام، بتأثر على الضغط وبتأثر على الكلى. طيب احنا هنتكلم ان الجوافة دي مفيدة جدا لصحتنا وصحة اولادنا. يعني انت عندك صيدلية ببيتك، انت لو جبتي كيلو واحد، عملتي نص عصير واديتي قسمتي الثمرة، لو انت عندك كذا طفل لكل واحد فيهم نص، تمام، انت افدت نفسك وافدت طفلك. يعني في الاخر هو مغذي جدا 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 لصحة اولادنا وصحتنا وصحة الجهاز الهضمي والمشاكل اللي احنا بنمر بيها.
بتصحى الام بتلاقي الطفل بيشتكي من اسنانه، بيصوت جدا من اسنانه، مع ان هي في الاساس لو كل يوم بتاكله جوافه في موسمها. وكمان ممكن تحافظي على الجوافه بان انت في موسمها تجيبي كميه وتقطعيها وتحطيها في الفريزر، ووقت ما تحتاجي هتعمليها عصير، يبقى انت برضو استفدتي. ممكن تعملي عصير في مكعبات التلج، عصير مكثف بدون ميه ولا لبن، وتحطيه في مكعبات التلج وتطلعيه للطفل في كوبايه اللبن وتقلبيها كده، برضو كنت استفدتي بان انت فضلت الجوافه معاكي. اغلبيتنا بيفرز طول السنه او قبل رمضان الحاجات اللي هي الطماطم، الكرنب، الحاجات دي. بالعكس انتي فرزي جوافه على قد ما تقدري. في فواكه كتير المفروض تفضل في بيتك زي الرمان كمان، وانا عندي فيديو بيقول ان فوائد الرمان اتفرجوا عليه. البنجر، كل دي بيبقى ليها اوان وبتختفي. لو انتي احتفظتي بيها في اكياس بعد ما حطيتيها في علب التلج، يعني انتي اعصريها بدون ميه لو ما عندكيش، او في الكبة هتبقى تقيلة، وحطيها في علب بالتلج، وبعد ما تجمد طلعيها وحطيها في اكياس. فانتي كده فدتي بيتك وفدتي نفسك بان الحاجة هتفضل موجودة عندك في الفريزر. الجوافة ثمرة حلوة جدا، وعاوزة اقول لكم اني اقسم بالله اني انا لما كنت بكون حامل وباكل جوافة، انا كنت باكل بكمية كبيرة قوي في الحمل، كان الاولاد بتطلع صحية جدا. كنت ما بشتكيش بعظمي ابدا طول الحمل، يعني والله انا ما كنت بشتكي من عظمي، لاني انا كنت بجيب الرمان والجوافة واكلهم مع بعض، فكنت دايما ما بحسش بألم في عظمي ولا بحس بألم في جسمي. الحمل الاخير ده ما اكلتش فيه جوافة، بجد بجد تعبت. نصيحة مني، خلي الجوافة عنصر اساسي في بيتك، مش هتخسري حاجة. انتي لما تحطي في الفريزر 10 كيلو جوافة ولا 15 كيلو، لما يجي اوانها هتكوني خدتي كل الفيتامينات والفيتامينات في جسمك. ولما يجي عليك الشتاء، وده من اصعب الفصول اللي بنمر بيها، لان احنا مناعتنا في الشتاء بتبقى ضعيفة جدا ومناعة الاولاد، هتبصي تلاقي نفسك الفترة اللي انتي اكلتي فيها جوافة مناعتك استعدت للشتاء. لما بتكون المناعة قوية، انا عاوزة اقول لكم اني قعدت 10 سنين، والله العظيم 10 سنين بسبب الجوافة والرمان، انا ما كانش بيجيني برد ابدا ولا انفلونزا ولا كنت باعية. دلوقتي لما اهملت في نفسي وبطلت اكل جوافة، وعرفت كده بعد ما بطلت اكل جوافة بالكمية اللي كنت باكلها. ارجو الاشتراك في القناة، ويا ريت الفيديو لو عجبكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.